السلام عليكم. النهارده عملت الكرواسون طري وجميل جدا. هتعمليه احلى من الجاهز بكتير، وعايزه اقولك الطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد منك وقت. تعالوا معايا نشوف الطريقه، هوريكم الكرواسون من جوه شكله عامل ازاي. مورق وجميل جدا. بصوا، ده انا عملت الكرواسون بالشوكولاته وكرواسون بالجبنه. بصوا شكله من جوه جميل جدا ومورق. طريقته سهلة جدا. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة معايا هنا نص كيلو دقيق، والدقيق ده أنا نخلاه. بعد كده معايا معلقة كبيرة من اللبن البودر وربع معلقة من الملح. هقلبهم مع الدقيق بالشكل ده. بعد كده بحضر معايا معلقة من الخميرة، معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر، وبحط عليهم شوية مية دافيين وبقلبهم، بسيبهم على جنب علشان الخميرة تتفاعل وتدوب مع المية والسكر. معايا هنا بياض بيضة، ومعايا هنا الصفار انا حطيته هنا لوحده علشان بعد كده انا هدهن بيه الكرواسون قبل ما ادخله الفرن. بعد كده معايا معلقة كبيرة من الخل. دي معلقة كبيرة من الخل الابيض، بحط عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ودلوقتي البيكنج باودر اتفاعل مع الخل. هحط بقى بياض البيضة واقلبهم مع البيكنج باودر ومع الخل. بعد كده هحط معلقة من السمنة او الزبدة الموجودة عندك. اقلبهم مع بعض بالشكل ده كده. لازم اقلبهم مع بعض كويس. بعد كده بجيب بقى الخليط بتاع الخميرة وطبعا اتأكدت ان الخميرة اللي انا حطاها خميرة سليمة. بصوا شكلها. بعد كده اقلبها تقليبه واحطها بقى مع البيكنج باودر والخل وبياض البيض، برضو اقلبهم مع بعض قبل ما احطهم على الدقيق. بقلب المكونات كلها مع بعض. بعد كده معايا هنا الدقيق، احط بقى الخميرة مع بياض البيض والخل والبيكنج باودر. طبعا حتى معلقتين السكر. الخطوة دي مهمة جدا علشان تخليلك العجينة معاكي طرية. دلوقتي حطيت مية دافية وهعجن العجينة. هعجن المية مع الدقيق. انا بقلبها الاول بالمعلقة كده علشان ما تلزقش في ايدي، وبعد كده هعجنها بايدي. بتعجنيها كويس جدا. وده شكلها بعد ما عجنتها. بصوا العجينة طرية وجميلة جدا. بعد كده بغطيها واسيبها ساعة تخمر. طبعا في الشتاء بتسيبها فترة اكبر من الصيف بتخمر بسرعة. بصوا شكلها اتضاعف بعد كده. ده بعد ما خمرت. بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا طرية جدا. بعد كده بقسمها لكور 8 كور بالشكل ده كده. بسيب الكور دي ترتاح شوية. بعد كده بنجهز معايا طبق فيه شوية من الدقيق علشان هفرد عليه العجينة. هفرد عليه كرة كرة. وبعد كده هنا معايا شوية من النشا، ومعايا سمنة، معلقة سمنة. ممكن تستبدليها بزبدة، الموجود عندك سمنة او زبدة. دلوقتي فردت اول كرة بالشكل ده كده. تفرديها كده. بعد كده هدهن العجينة بالسمنة، بس بدهنيها دهنة خفيفة كده، ما تكتريش زي الرقاق كده.
بعد كده بحط شوية من النشا ده بيخلي الورق يعني كذا طبقة، بيخلي الكرواسون معاكي كذا طبقة وبيخليه مورق. دلوقتي انا فردت التمن كور بالشكل ده كده، هوريكم شكلهم. ما بين كل طبقة وطبقة حطيت شوية نشا صغيرين. بصوا دي الطبقات. بسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعد كده بجيب هنا بحضر بقى الحشوة اللي انا عايزاها زي ما تحبي. هنا معايا جبنة، وكمان هعمل معايا شوية سبانخ. في حشوات هعملهم بالسبانخ مع الجبنة. ودي كاكاو عملته طريقة سهلة جدا. كاكاو ولبن بودر ولبن عادي وسكر. اول حاجة بندوب السكر مع اللبن والكاكاو، بيبقى اللبن دافي. بعد كده بحط اللبن البودر لحد ما يتقل معايا، يبقى بالشكل ده كده علشان احشي بيه الكرواسون. ودي الطبقات اللي انا عملتها. هفردها دلوقتي بعد ما سبتها 10 دقايق تخمر. بصوا حجمها اتضاعف، وبقطعها مثلثات سهلة جدا. ولو عايزة الحجم بتاع المثلثات يبقى اصغر من كده، انا الكرواسون اللي عملته بالشوكولاتة قسمت كل واحدة على 3 مثلثات. وبعد كده بحط الجبنة وبقفل الجزء ده، وبقفل الجزء ده كده، وبلفها رول. طريقة سهلة جدا اهو. بعد كده الجزء ده بلفه كده، تطلع معايا بالشكل ده كده. بحطها بقى في الصينية بتكون دهناها زيت سمنة او سمنة. وهنا الجبنة مع السبانخ بيبقى طعمها جميل برضو. وانا عملت الكرواسون اللي بالشوكولاتة الصغير اللي هو في الجنب ده. بعد كده بجيب صفار البيضة اللي انا كنت شايلاها. بحط على صفار البيضة ده معلقة من الخل، وبدهن بيه الكرواسون. عايزة اقولك ان الخل بيخلي الكرواسون ملهوش ريحة زفارة، لان الصفار البيض بيبقى زفر. لما بتجيبي القرص من الفرنة او كرواسون بيبقى فيها ريحة زفارة، لكن الخل ما بيخليش اي ريحة زفارة خالص. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. ودلوقتي حطيت الكرواسون في الفرن على درجة حرارة 180، وشغلت المروحة. طلع معايا بالشكل ده. بصوا مورق، وعايزة اقولك جميل جدا. جربيها هيعجب اولادك جدا، وهيحبوه احلى من الجاهز. وطري، وهيفضل معاكي طري. طبعا بعد ما بيطلع من الفرن بتغطي عليه. ويا رب يكون عجبكم. مع السلامة.